ياي برجع لي الحمام نتاعكم معبي بالقطات الصاحبي، شوف هذيك مثلا. لكم خلل في الذاكرة، نفوسكم الجميل نكرة، إن كنتم نسيتم ما جرى هات الدفاتر تنقرا. جيبولي بلاكا نحب زاكا تاكا نتكيف عادي من غير نراقة. جيبولي بلاكا نحب زاكا تاكا نتكيف عادي من غير نراقة. جيبولو بلاكا يحب زاكا تاكا هو قالك يتكيف عادي من غير دراكة. جيبولو بلاكا يحب زاكا تاكا هو قالك يتكيف عادي من غير دراكة. في عام 2013 حفلة راب في تونس تتحول فجأة لقضية في المحاكم. السبب أغنية راب تنتقد البوليس. أما المفاجأة الرابر اللي دخل الحبس مش حتى هو صاحب الأغنية. اليوم باش نحكي لكم قصة الرابر التونسي كلاي بي بي جي، واحدة من أكثر القصص جدل في تاريخ الراب التونسي. شكون هو كلاي بي بي جي؟ بلد ذاك الحرمان أنا حرية الإنسان في تونس بلد الأمانة، طفل يغتصب الوزيرة سكتة ملعونة كيف حمالة حطب. حكومة دحب لها لها هنايا قصب لها المعارضة زبون لها يستاهل صب السب. حكومة تقري الوجه بمكاين ما فماش حل. الرابر كلاي بي بي جي اسمه الحقيقي أحمد بن أحمد، ظهر في الساحة بعد الثورة التونسية في 2011 وقت اللي الراب ولا ينتشر برشا بين الشباب. اشتهر بكلماته الجريئة اللي تنتقد السياسة والواقع الاجتماعي في تونس، وبفضل الأسلوب هذا ولا واحد من أشهر الرابرز في البلاد. أما الشهرة هذه جابت له زادة برشا مشاكل. بداية الجدل مع الوقت أغاني كلاي بي بي جي ولات تحقق ملايين المشاهدات. الشباب كانوا يشوفوا فيه صوتهم وصوت مشاكلهم، أما في المقابل الكلمات اللي يقولها كانت مرات قوية برشا، وهذا خلى برشا جدل يدور عليه. الأغنية اللي عملت القضية في 2013 خرجت أغنية بعنوان بوليسية كلاب. اضربنا بالكرتوش رانا موتة مقلعين، كنت اضربنا ما نحسوش تحب تاخذ بطاقة عريض رانا ما نمدوش في العيد نحب اسم في بلاصة العلاش. الأغنية كانت للرابر التونسي ولد الكانز، وكانت تنتقد تصرفات بعض البوليس في تونس. الأغنية انتشرت بسرعة كبيرة بين الشباب وولات ترند في البلاد. أما الانتشار هذا جاب معاه مشاكل كبيرة. الحفلة اللي بدلت كل شيء في 22 أوت 2013 في مهرجان الحمامات الدولي، طلع كلاي بي بي جي مع ولد الكانز، وخلال الحفلة غنوا جزء من الأغنية قدام الجمهور. ومن بعد الحفلة بدأت القضية الإيقاف. بعد ما انتشر فيديو الحفلة السلطات فتحت تحقيق واتهموا الرابرز بإهانة البوليس والتشهير بمؤسسات الدولة. القضية ولات حديث الشارع التونسي وقتها. الحكم في البداية أصدر حكم بالسجن 21 شهر. الإخبار اصدم برشا ناس وخلى جدل كبير يصير في تونس. ومن بعد في الاستئناف تم تخفيف الحكم على كلاي بي بي جي إلى 6 شهور حبس. ردود الفعل القضية ما وقفتش في تونس برك، برشا منظمين وناشطين دافعوا على الرابرز وقالوا اللي سجن فنان بسبب كلمات أغنية يمثل خطر على حرية التعبير. حتى منظمات حقوقية عالمية انتقدت الحكم. الخروج من الحبس بعد حوالي 3 أسابيع في السجن تم إطلاق سراح كلاي بي بي جي، والقضية هذه ولات واحدة من أشهر القضايا في تاريخ الراب التونسي. قصة كلاي بي بي جي مش مجرد قصة رابر دخل الحبس، بل قصة تبين الصراع بين الفن والقانون وحرية التعبير. أما السؤال يبقى، هل معقول فنان يدخل للحبس بسبب كلمات في أغنية؟ وهذه كانت قصة الرابر التونسي كلاي بي بي جي، من الشهرة في عالم الراب إلى قضية هزت الساحة الفنية في تونس. توا نحب نعرف رأيكم، هل اللي صار كان قرار صحيح ولا الراب لازم يبقى حر في التعبير؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، وما تنساوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس باش ما يفوتكم حتى فيديو جديد، خاطر الحلقة الجاية باش تكون على قصة رابر تونسي آخر قصته أغرب برشا. نشوفوكم في الفيديو الجاي.